ان احنا زي ما قلنا الانسان صناعة الله، فالله هو صانعه، وصنعة تقف امام مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات. يبقى لا بد ان تكون على اوفى شيء من الضبط. 5 مرات امام صانعها. قلنا ان المهندس من البشر يصلح الآلة بشيء مادي يضعه فيها، ولكن الحق لانه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا، مش بعملية، لا بأمر غيبي، فتخرج من مقام ربك وأنت لا تعلم كيف ارتحت، كيف تبددت همومك، كيف قويت طاقة إيمانك، كل هذه المسائل. إذن فالصلاة هي التي تشحن الإنسان علشان يقبل على الإيه؟ على التكاليف. ولذا كان الإسلام قد بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم. نيجي نشوف الأركان دي. الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس. هي أركان الإسلام صحيح، إنما ما هيش أركان المسلم، لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة، والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصلي فيسقط عنه فرض الصوم، لا يصوم فيسقط عنه فرض الصوم، وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحج. إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم، لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة. إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة. ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا، قال لك ومع ذلك كونها لا تنفك عن الإنسان حتى وهو في الحرب وهو مريض لا يستطيع أن يجلس، يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه. إذن فلا عذر لها في السقوط أبدا. أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك، خلاص انتهت. وبعد ذلك قد تكون فقير زي ما قلنا فلا تزكي، مريض وما تصومش، غير مستطيع فلا تحج. فما الذي بقي لك من أركان الإسلام؟ باتك الصلاة وهي الركن المكرر. ولذلك أدي معنى الصلاة عماد الدين. وإذا نظرت إليها وجدتها مع كونها التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام.